وبالتالي أنا باشوف إنه فكرة تأثير الفشل على عملية النجاح ليه علاقة بالmindset الmentality بتاعة الشخص. إمم. وأنتِ اتكلمتِ كان في الأول على فكرة إن ده على حسب كل شخص والتاني، وعلى حسب وقِيَم. أهدافه وكده وقِيَم والحاجات دي كلها. فالmentality نفسها والعقلية وطريقة التفكير والتفاعل الشعوري للشخص مع ما يسمى الفشل، هو ده اللي بيودّي نتيجة وجود الفشل في عملية النجاح، أو ده اللي بيودّي للتأثير بتاع الفشل للنجاح، هيودّيني على فين؟ أنا هاتعامل مع فكرة الفشل دي إزاي، وبناءً عليه هاتأثّر بيها. لو أنا فعلًا شايفها إنها محاولات في طريق إن أنا النجاح، وإن طبيعي إن دي حاجة من ضمن الآليات بتاعته وقاعدة من القواعد، أنا هالاقي إن ده بيودّيني أكتر للنجاح. هالاقي ده إن المحاولات اللي بتحصل اللي إحنا بنسميها فشل، هاخد منها دروس، هاخد منها خبرات، هاخد منها feedback هتخلّيني أطوّر اللي بعديها أكتر. ده كده mentality لشخص ما. شخص تاني لأ، ده فشل، ده أنا ما عرفتش أعمل دي، أنا كده مش هاعرف أوصل. كلام بيقوله جوّه نَفْسه هيُقف.